فقير لا يملك، هل باستطاعته أن يعين غيره وأن يؤجر؟ يعني إن لم تستطع أن تعين غيرك بمال أو طعام، عليك أن تواسيه بطلاقة الوجه والخلق الحسن، تؤجر على هذا، بقوله عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فإذا بسطت وجهك وتعاملت بخلق حسن فأنت مأجور على هذا. وفي التنزيل قول ربنا تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا. فالقول الحسن وانتقاء الكلمات في التعامل هذه يؤجر عليها المسلم، لأنه ينفذ أمر الله رب العالمين. وكما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خالق الناس بخلق حسن، وقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم.